في 7 عادات لو انتظمت عليها هتغير حياتك تغيير جذري، والمثير يا صديقي إن التغيير ده هتشعر بيه خلال أسبوع واحد فقط، يعني مش هتستنى شهور أو سنين. ممكن تقول إن الكلام مبالغ فيه، بس اللي عايز أقولهولك إن العادات دي مش نصايح عادية، دي خطوات مجربة وأثبتت إن ليها تأثير قوي جدا. فتابع الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. العادة الأولى: ابدأ يومك مبكرا. من أكتر العادات اللي غيرت حياة ناس كتير هي إنك تصحى بدري. معظمنا بنصحى متأخر، لكن لو جربت تصحى بدري هتلاقي إن الساعات الأولى في الصباح فيها سحر وهدوء قبل ما يصحى الجميع. خصص أول 30 دقيقة من يومك لأنشطة هادية زي التأمل أو التخطيط لأهدافك. اللحظات البسيطة من التركيز الصبح هتخليك أكتر إنتاجية، وكمان مش هتشعر بتوتر. حاول تستغل الوقت ده إنك تعمل تمارين بسيطة عشان تنشط جسمك، زي المشي السريع أو التمارين الخفيفة. والهدف هنا مش ممارسة الرياضة الشاقة، الهدف إنك تحرك جسمك بطريقة تديلك طاقة لباقي اليوم. ولو عايز تجرب العادة دي ممكن تبدأ بالتدريج. حاول تصحى قبل ميعادك المعتاد ب 15 دقيقة، وبعد كده زود الوقت بالتدريج. وصدقني يا صديقي هتتفاجئ بمدى التحسن اللي هيعمله التغيير البسيط ده في يومك. العادة التانية: الحركة اليومية. إحنا دايما بنخلق أعذار لنفسنا عشان نتجنب أي نشاط بدني، وغالبا بتقول لنفسك ساعتها أنا ما عنديش وقت أو أنا مجهد أو هبدأ الأسبوع الجاي. لازم تخلي الحركة اليومية جزء من يومك، وهتلاقي فرق كبير مش بس في مستوى طاقة جسمك لكن كمان في حالتك المزاجية. وبعد أيام هتلاقي نشاطك أكتر، وكمان هيقل شعورك بالخمول. ولو بتلاقي صعوبة إنك تبدأ ممكن تجرب حاجة بسيطة بتحبها. ما تجبرش نفسك على الجري لو ما بتستمتعش بيه، ممكن تجرب المشي أو أي نشاط تاني يخليك تتحرك ويحسسك بالسعادة. وخليك فاكر يا صديقي إن المفتاح هو الاستمرارية حتى لو لدقايق يوميا. العادة التالتة: تخصيص وقت للهدوء والتأمل. في العالم اللي بنعيش فيه موجود حوالينا مشتتات كتير، وسهل جدا ننسى لحظات الصمت والهدوء. كتير مننا بيقضي يومه في الشغل والمهام المطلوبة منه من غير ما يخصص وقت لنفسه. عشان كده حاول تمارس التأمل حتى لو لمدة 5 دقايق فقط، وهتشعر بتحسن كبير في تركيزك وهدوءك الداخلي. والتأمل يا صديقي مش مجرد الجلوس في وضعية معينة وإنك تغمض عينك لفترة طويلة. أحيانا مجرد التنفس العميق والتركيز على الحاضر وإنت بتشرب كوباية شاي أو فنجان قهوة. الفكرة إنك تدي لنفسك لحظات من الهدوء بعيد عن الضوضاء والانشغالات اليومية. لو ما جربتش التأمل قبل كده ابدأ بخطوات بسيطة. ممكن تقعد في مكان مريح وتغمض عينك وتاخد